إذا مشاهدينا كنا مع وقائع قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، صدمات نارية ومباريات كبيرة سيشهدها هذا الدور بعد أن كان دور ال16 مميزا بعدما شهد تسجيل 62 هدفا. إذا نذكر بالمباريات التي أسفرت عليها هذه القرعة. أتلتيكو مدريد سيواجه ليستر سيتي، بروسيا دورتموند يلعب أمام موناكو الفرنسي، بايرن ميونخ ريال مدريد في أقوى المباريات إلى جانب يوفنتوس وبرشلونة. إذا نرحب من جديد مشاهدينا بضيفي وضيفكم الكابتن طارق ذياب محلل قنوات بين سبورتس. تعليق على هذه القرعة؟ صحيح، هناك مباراة نارية، بايرن ريال مدريد. الجميل أنه الثلاث فرق اللي كانت تعتبر نوعا ما ضعيفة جاءت في الأول وبقي صحيح. أنا أقول أتلتيكو صراحة ما نقولش محظوظ، لكن عنده إمكانية باش يترشح للدور النصف النهائي. دورتموند وموناكو مباراة مفتوحة صعب التكهن فيها. بايرن ريال مدريد بصراحة دور نهائي، واليوفي برشلونة دور نهائي. أعتقد أن اليوم الفرق هذه إذا تحب تفوز بالشامبيونز ليج لازم تفوز على بايرن، ولازم تفوز على ريال مدريد، ولازم تفوز على البارسا، ولازم تفوز على اليوفي. هل أنصفت القرعة الفرق الكبرى؟ لكن أنا نقول هذه هي كرة القدم وهذه هي القرعة اليوم. وأنت أفضل لك لما توصل دور نصف النهائي تلقى دورتموند أو موناكو، صحيح، ممكن تلقى ليستر سيتي. ولهذا أعتقد أن اليوم القرعة ما أنصفتكش، ممكن في الدور نصف النهائي. لكن المشكلة الكبيرة أن ما زالوا عندنا شهرين تقريبا.